بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الظروف الصعبة والمأساة المتفاقمة التي يعيشها أبناء القطاع من الشمال إلى الجنوب، وما يمارسه الاحتلال من ضغوطات مستمرة لجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للعيش، والذي يتجلى في عدم توفير احتياجاتهم اليومية من غذاء ومسكن آمن، بدعم كريم وسخي مستمر غير منقطع من أمة كرفان، نقوم اليوم الثلاثاء 24 من سبتمبر بتجهيز حصص الدجاج لتوزيعها على النازحين في جنوب القطاع. فبارك الله في جهود أمة كرفان، وجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. تنتين يا عدسة. أعطي هذا وخلص لها. نزل البنات. بسم الله الرحمن الرحيم. متواجدون اليوم الثلاثاء 24 من سبتمبر بين ركام المنازل المدمرة في جنوب القطاع لتوزيع حصص الدجاج على النازحين في هذه المنازل بدعم كريم وسخي من أمة كرفان، فبارك الله في جهودهم وجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. تعال يا مرة هذه. تعال يا حمزة تعال يلا. تعال يا فادي تعال هنا فادي. تعال ما تخشيش على الفاضي. تعالوا سلم ايديك. خد ابو براء. خلص روح. أنا من خان يونس. كيف وضعك؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، اللي من الله يا محلاه. أي الوضع أنت شايفاه، يعني شايفاه رماد. هذا رجلي هذا بتجعني من شيل، هذا كله اللي غادي لبرا، هذا الحجار والله من شيلي أنا. سلامتك يا حجة. الله يسلمك. اليوم مؤسسة أمة كرفان بتقدم لكم الدجاج، تساعدكم عشان صمودكم وإصراركم في هذه الأرض. شو حابة توجه لهم رسالة؟ يخلف عليهم أول شيء وتوجه لهم أشكرهم على المساعدات. أول شيء الناس كلها، عشان مش أقدي أنا يا بنيتي، كل الناس كلها محتاجة هالحين، ولا واحد بلا مؤاخذ إلا محتاج. يعني الوضع هذا لازم كل الناس تأخذ. يعطيك العافية حجة. الله يسعدك يا رب، الله يرضى عليكي. من وين نازحين؟ لا احنا كنا نازحين في الدير، بس هذه دارنا، هذه داري، بس رجعنا لها مناش اسبوعين. هايها شايفاها. ان شاء الله ترجعوا بالسلامة. اليوم أمة كرفان بتقدم لكم الدجاج لمساعدتكم وتدعم صمودكم، شو حابين توجهوا لها رسالة؟ ألف شكر يا رب، أي حدا بقدم لها الناس الغلابة أي حاجة ألف شكر، الله يسعدك يا رب، الله يرضى عليكي. شكرا يا أم كرفان. عفوا. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين نازحين؟ والله أنا هي داري رايحة كلها وقدام الدار قاعد. إن شاء الله بتبنوها من جديد. اليوم مؤسسة أمة كرفان بتقدم لكم الدجاج لدعم صمودكم، شو حابة توجه لهم رسالة؟ ألف شكر للمؤسسة وجزاه اللهم خير. يا رب اللهم شكرا. يعطيك العافية حج. من وين نازحين ولا اليوم أنتم في منازلكم المدمرة؟ احنا بالمنازل المدمرة من أول شهر 5 اجيت أنا في المنطقة. كيف وضعكم يا حجة؟ الحمد لله، ايش بدنا نقول، على كل حال استشهد جوزي وهينا الدار اتدمرت، ايش بدنا نعمل يا خالته؟ اليوم أمة كرفان بتقدم لكم الدجاج لدعم صمودكم ومساندتكم، شو حابين توجهوا لهم رسالة؟
شكرا كتير على مساندتهم ومساعدتهم، وربنا يحفظكم ويحفظ الجميع يا رب يا خالته. إن شاء الله، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا رب. شكرا كتير.